مشاهدينا الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. العراق بين مطرقتي الأمن والاقتصاد. الكثير من السياسيين، المثقفين، البرلمانيين، مصادر رسمية وغير رسمية يؤكدون في الفترة الأخيرة على أن طروحات التقسيم باتت هي الأقرب للعراق. ما هو دور الأمن والاقتصاد وأثر هذين الأمرين على هكذا طروحات؟ ما هو دور المواطنين؟ ما هو دور السياسيين والنخب الثقافية المثقفة والنيابية في هذه المرحلة لصد هكذا مشاريع وطروحات؟ مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي في البرنامج رئيس لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة النائب هشام السهيل. أهلا وسهلا. وعلى أمل أن ينضم إلينا بعد قليل عضو لجنة النفط والطاقة النيابية النائب مازن المازني، وكذلك النائب حامد المطلق عن الأمن والدفاع النيابية، ورئيس كتلة نينوى العراق الشيخ أحمد الجربة. ما أعرف إذا كان الاتصال مع نعم. جناب النائب حامد المطلق عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، مرحبا بكم في السلام والحدث. أهلا وسهلا بك أخي الكريم. نعم. جناب النائب، بداية يعني أريد أسألك ما هو أثر تصدع الأمن في العراق في طرح مشاريع التقسيم؟ يعني هو أمر واضح أخي الكريم. عندما ينعدم الأمن تنعدم كل معالم الحياة، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو يعني عملية البناء، عملية العيش السليم، هذه كلها تأثر باتجاه سلبي نحو بناء بلد مستقر آمن، بلد يستطيع أبنائه وأهله أن يجدوا فرصة العمل ويذهبوا بدل الشقاق والنفاق والخلاف فيما بينهم إلى طلب الرزق والعمل والبناء سواء في الزراعة في الصناعة في غير ذلك. هذا الوضع الأمني الذي يعني بدأ بفتنة طائفية زرعها الاحتلال البغيض والأيدي الأجنبية الخارجية للنيل من وحدة هذا البلد ومن استقراره ومن ثم الهيمنة والسيطرة على مقدراته. للأسف لم نتمكن من تعزيز أواصر وحدتنا الوطنية والوقوف صف واحد أمام هذا الوضع الأمني السيء، وإنما الوضع الأمني بدأ يزداد، خلافات بدأت تزداد، جذور الطائفية بدأت تتعمق، لذلك أخذ الكثيرين يبحثون عن وسيلة للاستقرار. فأخذ البعض يبحث أنه التقسيم أو الأقلمة أو الفدرالة أو ما شابه ذلك ربما تخلصهم من هذا يعني من سفك الدماء ونزيف الدم. نعم. هذه طبعا بالتأكيد كل ما تتعمق يعني الجوانب الأمنية سوء، كلما يزداد الطلب إلى يعني التوجه نحو التقسيم أو نحو الأقلمة، سواء كردستان أو إقليم سني أو إقليم شيعي أو محافظة معينة بذاتها. لذلك نقول أخي الكريم جناب نائب، عفوا جناب نائب، يعني بصراحة شديدة، يعني هل العراق مقبل على تقسيم وما هو دوركم يعني في صد؟ والله شوف أخي الكريم، يعني احنا بالنسبة يعني الناس اللي بعمري وما دون قليل وأكثر لا يروقون ولا يستشيقون أن يذهب العراق للتقسيم، لأن نشأوا كل حياتهم وعمرهم وهم يتغنون بوحدة وطن ووحدة أمة، يعني ليس على مستوى العراق وإنما العرب ككل. هكذا كان شعور، يعني حتى الطلاب في الثانوية البداية كانوا يتغنون ببلاد العرب أوطاني. لكن أخي الكريم، هذا التمزق وهذا الانهيار جعل الناس، بعض الناس كالغريق الذي يسبح ولا يعرف السباحة في وسط البحر أو في وسط النهر، يريد أن يمسك شيء لكي يحيا، لكي يعيش. فأنا أجد فعلا يعني أن هذا الأمور، وأنا نبهت عنها قبل أشهر في رسائل من الإعلام إلى الحكومة، إلى المراجع الدينية، إلى القادة السياسية، الأحزاب، إلى قادة البلد، أن يحاولوا أن يعزوا أواصر وحدة وطنية حقيقية ووحدة موقف أمام الإرهاب وأمام الطائفية البغيضة وأمام هذا المشروع الأجنبي الجهنمي.
نعم. يعني انا اشاهد الامور ما تمشي تسير لا خير. يعني لم نتمكن ان نوقف عجله هذا التدهور الامني. لذلك انا مقتنع قناعه كامله، وللاسف اقول ان الامور اذا استمرت على هذا الشكل ربما ناس يعني تتوجه الى هذا الموضوع فعلا. نعم. لا سامح الله، وانا لا اتمنى ذلك. لا سامح الله اكيد، يعني لا سامح الله. عضو لجنه الامن والدفاع النيابيه النائب حامد المطلق، شكرا جزيلا لكم. يا اهلا وسهلا بك اخوي. جناب النائب، يعني سمعت كلام النائب حامد المطلق، يعني هو يعني بنهايه اجابته رجح على انه نحن متجهون للتقسيم، يعني هذا حسب الكلام يعني. يعني هو حسب رأيه. برأيكم هل فعلا نحن متجهون للتقسيم؟ يعني الحقيقة بالبداية أحب أحييك وأحيي مشاهدي قناة السلام وضيوفك الكرام. بصراحة موضوع التقسيم هذا طرح من فترة، وطرح على مستويات سياسية وعلى مستويات دولية أيضا. بعض الدول تطرقت لهذا الموضوع أن العراق لا يمكن أن يتعايش، وهناك عمل كبير للبرهنة أنه لا يمكن أن يتعايشوا مكونات المجتمع العراقي فيما بعض. وهذه طبعا كلها كان تمهيد لعمل كبير. هناك أجندة فعلا لموضوع تقسيم البلد أو وضع البلد لأقاليم، هذه أجندة موجودة، وبالتأكيد عدد من السياسيين يرغبون بذلك. وهذه القضية موضوع السياسيين هم لديهم بالتأكيد أطماع في بالهم أنه إذا ما تم التقسيم سيكون لهم شأن في هذا المكان اللي سينشأ دولة كان أو مقليم، وبالتالي ستكون لهم شأن في هذا الموضوع. بصراحة هو الموضوع مختلف تماما. إذا نبحث في أصل الموضوع وما سيحدث بعد إذا لا سمح الله حدث التقسيم، وهو لا يحدث أكيد، لأنه كل أبناء شعبنا ترفض هذا التقسيم بالتأكيد، عدا الأكراد بالتأكيد لديهم وجهة نظر أخرى. وأما الباقين إذا تنزل إلى الشارع اليوم وتسأل أي شخص من الشارع لا يمكن أن يقبل أن يكون تقسيم للعراق. قوة العراق في وحدته، احترام العراق أمام العالم وأمام الدول هو في وحدته. التقسيم يعني انتهاء العراق. شوف ماذا يعني التقسيم؟ التقسيم سيكون هناك اقتتال شيعي في المكان المخصص للشيعة اللي هو لا سمح الله دولة الشيعة، وأيضا في المكان المخصص للسنة سيكون قتال شرس فيما بينهم، وأيضا بموضوع الأكراد إذا ما استقلوا سيكون هناك قتال. وبالتالي أي مشروع للتقسيم هو إنهاء للجميع. بصراحة أنا أؤيد بعض الكلام اللي تفضل به الأستاذ حامد المطلق، لأنه موضوع الأمن مهم جدا، والوضع الاقتصادي أيضا مهم جدا، ولكن عملية التقسيم ستسوء أكثر. يعني ماكو أمل أنه بالتقسيم سيكون هناك أمن وسلام وسيكون هناك اقتصاد. نعم قد يكون هذه الدولة أو تلك التي ستنشأ ممكن دول معينة تدعم هذه الدولة وتضخ لها الأموال، ولكن بالنتيجة ماذا؟ بالنتيجة سيتقاتلون. لأنه بكل صراحة خليني أتكلم بك بصراحة، موضوع السنة بالذات، السنة تبعاتهم مختلفة. شيء تابع إلى السعودية وشيء تابع إلى تركيا، وشي ناس الأغلبية اللي هم مستقلين، ناس ما لهم علاقة بالأجندات الخارجية. وبالتالي يعني هذه مصالح دول تحتاج إلى قضية أنه يخدم مصالحها، وبالتالي هذه المصالح ستتضارب بالنتيجة، وبالنتيجة سيكون هناك قتال. إضافة للقضايا المصالح أنه سيكون هناك قتال. أيضا بالنسبة للشيعة أيضا سيكون هناك قتال بالتأكيد. الأكراد أيضا تبعاتهم مختلفة، وبالتالي توجهاتهم مختلفة، وأيضا سيكون هناك قتال. إذا موضوع التقسيم هو بالحقيقة هي وسيلة ضغط لا أكثر من الدول الخارجية تعمل بهذا الاتجاه، لكن هي تعلم أنه لا يمكن تحقيقه في المدى القريب. يعني العفو جناب النائب، يعني من نهاية الجملة لجنابكم أنطلق، يعني هي وسيلة ضغط. أنا أقرأها يعني بهذا الشكل. يعني وسيلة ضغط قد يكون أنه ينشؤون أقاليم، لأن الدستور سامح بأقاليم، هذه ممكن. أما تقسيم على شكل دول هذا الموضوع بعيد جدا. يعني جبتنا للدستور. نعم يعني أكيد جبتنا للدستور أكيد. يعني ما تعتقد أنه الخلل الكبير هو أصلا بالدستور فيما يحصل اليوم؟ يعني رأيك بهالشيء. شوف الدستور أحد الجوانب وليس جانب أساس. كل دساتير العالم بها مشاكل، كل دساتير العالم
قابل ان تتغير، والدستور لكن فيها مشاكل، مو قرآن منزل يعني. لا هو الدستور ممكن يتغير. اكيد جناب نائب، لكن احيانا اكو مشاكل عن مشاكل تفرق، يعني مشاكل يعني موضوع مصانع شلون تبعية الشركات ممكن، لكن مشاكل فيما يخص وحدة العراق، يعني الاختلاف في هكذا موضوع. يعني الدستور متطرق انه العراق واحد وما به تجزئه ولا به شو اسمه، كذلك الموضوع التوازن والتوازن بالتاكيد. لكن الموضوع الاقاليم كان في فتره ما، شوف يعني هاي جرنا الى موضوع اخر. ما هو الموضوع حلقات مترابطه بالضبط. يعني احنا خلينا نقر بكل صراحه، هناك اخطاء كبيره ارتكبت من قبل الشيعه صحيح، وهناك اخطاء ايضا ارتكبت من السنه. الاكراد ركبوا الموجه في فتره ما واستفادوا كثيرا، وهم الوحيدين المستفيدين من هذا البلد بكل صراحه. الاثنين الشيعه والسنه هم الخاسرين الاكبر، هذا واقع نتيجه سياسات كانت خاطئه من كل الاطراف وليس طرف واحد، حتى لا اكون يعني كل الاطراف كان بها اخطاء. لكن اليوم المطلوب من عندنا اعاده النظر، مو مطلوب عندنا انه اليوم نحاول ان نقسم البلد او نجعل فدراليات او الى اخره، وبالتالي نضعف كلنا والعراق ينتهي. اليوم المفروض ان نجلس الى مائده ونقعد حقيقه ونبدا بحوار جدي ونفتح صفحه جديده، ومن الجميع، انا لا استثني احد، من الجميع يجب ان يغيروا سياساتهم، والجميع عليهم ان يعيدوا النظر بكل ما تصرفوه كل الفتره من 2003 الى اليوم. اذا ما حقيقه كانت هناك نوايا صادقه للتغيير سنعبر الى بر الامان. زين، واذا لا هناك خيارين، اما خيار التقسيم اللي الاخوان ينادون به، هذا ما راح يكون بالوقت الحاضر وانما يعني لفتره طويله ممكن ان يحدث، او سينشا جيل جديد موجود جاهز يقلب الطاوله على الجميع. فانا احذر بصراحه، احذر جميع السياسيين، هذا الحقيقه الموجود حاليا لا يمكن ان يستمر الى ما لا نهايه، وبالتالي عليهم اعاده النظر رأفة بشعبهم ورأفة ببلدهم. لا يمكن ان نبقى بهذا الاتجاه متناحرين مختلفين على اتفه الاسباب، تبدا الابواق وتبدا الكلمات اللي تأجج الشارع، وهم جميعا يجلسون سويه ويتحادثون ويشربون الشاي ومسألة طبيعية، ولكن الشارع يتقاتل. ما حدث في عام 2005 و2006 يعني الهدف فقط امتيازات، المفروض أن لا يعاد مرة أخرى. لا، الموضوع مو امتيازات، أنا ما أتكلم عن امتيازات، أتكلم لا أنا أقصد عفوا يعني النواب، لما ذكر جنابكم على أنهم متفقين بالأصل. أنا ما أتحدث بس نواب وسياسيين وكل، أنا لا أتحدث عن نواب فقط، عن جميع الطبقة السياسية. جميع الطبقة السياسية عليهم أن إعادة النظر بما يجري. واضح. لا. يعني بس أريد أسأل أنه دعا جنابكم إلى الجلوس على طاولة نعم واحدة، يعني ما المانع من الجلوس إذا كان الجلوس يحل المشكلة؟ شوف يعني بصراحة جناب النائب، بصراحة أكو شغلتين أساسية. الشغلة الأولى هي هناك انعدام ثقة بالتأكيد من كل الأطراف مع بعضهم، هذا موجود ومن قديم ولا زال، تبدد نوعا ما في فترة ما ورجع مرة أخرى. الموضوع الآخر، هناك التدخلات الخارجية الواضحة من كل الدول، لن أستثني دولة، كل الدول لديها تدخلات في الداخل العراقي، وهذه مشكلة لأن يتضارب مصالح، ومن يدفع الثمن هو العراقي. هذه كارثة البلد بكل صراحة. إذا ما طبعا هذه الدول لديها مصالح، ما ممكن أن يتركوا العراق في يوم ما. أبسط دولة اليوم لديها مخابرات تعمل في العراق، أبسط دولة اليوم، أضعف دولة لديها مخابرات وتعمل بالعراق وتعمل بحرية. هذه مشكلة. نعم، هذا للأسف، وهذا اللي وصلنا، هذا وصلنا لأن نتيجة الضعف اللي صار بالدولة كلها. أنا لا أتكلم عن الحكومة فقط، كل الدولة اليوم أصبحت ضعيفة مهلهلة. لذلك نحتاج إلى إعادة نظر بكل اللي مضى بصراحة، وإلا سنذهب إلى ثورات شعبية وتقلب الأخضر، تحرق الأخضر واليابس، أو يأتيك التقسيم وأيضا وراها سيبدأ اقتتال داخلي والسلام. يعني جناب نائب، خليني أسألك على الدور الأمريكي، يعني على اعتبار على أنه هو الدور الأبرز في المنطقة أو في العراق على أقل تقدير هو اللي نعيشه. يعني تعتقد على أنه ما هو الدور الأمريكي في العراق؟ يعني وين يصب؟ بأي ناحية؟ الدور الأمريكي حقيقة له أدوار مختلفة بصراحة. قسم منها أحيانا في فترة ما أصبح متفرج على العراق وما يجري بالعراق، وفترة ما بدأوا يعملون مكائد للعراق بكل صراحة. وسأعطيك يعني موضوع داعش، وموضوع الفتنة الأخيرة، وأيضا موضوع سد الموصل وما سمعت من التهويل وإلى آخره.
هاي معروفة، يعني هاي سياسات خارجية واضحة. المشكلة انه احنا الخلل فينا وليس في الامريكان وليس في اي دولة خارجية. بكل صراحة الخلل فينا نحن لا يجب ان لا نحمل الاخرين اخطائنا، هذه اخطائنا وليست اخطاء الخارجيين، لا اخطاء السعودية ولا اخطاء امريكا ولا اخطاء ايران ولا غيرها، اخطائنا احنا مدى نعرف كيف نتصرف مع هذه الدول. كل دول العالم لديها مصالح وتعمل بكل قوة على مصالحها. أين مصالح العراق؟ من المفروض أن نبحث عن مصالح العراق من خلال مصالح هذه الدول. نحن يجب أن لا نعادي أحد، بالعكس نحن يجب أن نبني علاقات طيبة مع الجميع، ولكن وفق المصالح. هذا المشكلة. يذهب المسؤول الفلاني يتكلم باسم طائفته أو باسم قوميته، وهو مسؤول عراقي في الحكومة العراقية، يذهب إلى الخارج يتكلم باسم قوميته أو طائفته. نسى أنه يمثل العراق كله، نسى أن المجلس النواب انتخبه اللي هو يمثل الشعب العراقي، وبالتالي أنت ممثل يعني الشعب العراقي انتخبك أن تكون في هذا المنصب، وعليه يجب أن تكون تتكلم باسم كل العراقيين، ما تتكلم باسم طائفة أو قومية. يعني هنا وين دوركم جناب النائب؟ دوركم وين هنا؟ احنا دور يعني احنا واحد. دور مجلس النواب هو دور الرقابي على أقل تقدير. بالتأكيد. شوف إذا تريد أفصل لك ما عندي مشكلة. بالنسبة للأمريكان معروف أصحاب القرار معروفين، هم الكونغرس واللوبيات موجودة هناك هي تصنع القرار. القرار ما يصنع الرئيس الأمريكي ولا يصنع شخص معه أو وزارة الدفاع، هناك قرار يبحث ولوبيات وينضج هذا القرار ويصل إلى أصحاب القرار ليه. نحن ليس لدينا هناك تأثير كمكونين، الشيعة والسنة ليس لديهم ذاك التأثير، لديهم تأثير بسيط السنة، أما الشيعة ما لهم كل تأثير على اللوبيات الموجودة هناك، الأكراد لهم تأثير كبير. وتشوف يعني يحصلون مكاسب لأنه يعرفون كيف يعملون، يعرفون كيف يتعاملون مع هذه الدول. هذه مشكلة. احنا لحد هذا اليوم لا نملك ولا لوب واحد في صاحب القرار الأمريكي. ماشي. أيضا كل سياساتنا هي عدائية، إما نتطرف ضد الدول العربية أو نتطرف ضد إيران أو نتطرف باتجاه آخر أو تركيا أو غيرها. وين الاعتدال؟ وين العمل الحقيقي أنه نقنع هذه الدول نحن لسنا ضدكم، نحن أخوتكم يعني جناب نقلتنا إلى مشكلة. يعني إلى موضوع يعني خلينا نسميه اللوبي داخل البيت الأبيض، يمكن شوية بعيد علينا، على اعتبار احنا دائما نوقع بالفخ يعني اللي عملوا الجماعه أكيد. وبالتالي أكيد. لكن احنا يعني هذا الخطاب المعتدل يعني على يعني اقل تقدير ماكو وسيله ضغط على الحكومه ان تستخدم هذا الخطاب؟ الحكومه اليوم شوف يعني الحكومه اليوم ضعيفه جدا بصراحه. اليوم عليها ضغوط كبيره، عندها ازمه ماليه كبيره غير طبيعيه، الوضع الامني سيء جدا، وبالتالي هي في دوامه. إضافة إلى ضغط الكتل السياسية ومصالح الكتل السياسية. يعني تبرير إذا كان التبرير لا هو مو تبرير، هو يفترض كل من يعرف مؤسسات، كل من يعرف عمله. رئيس الوزراء هو قائد بالتأكيد، قائد العراق بالتأكيد. وبالتالي عليه أن يتحمل مسؤولية. ما صعب يعني بهذا الظرف صعب بصراحة. صعب أن يتحمل مسؤولية؟ صعب لأنه لا أحد يساند رئيس وزراء أو غير رئيس وزراء، وكلنا لا نساند رئيس وزراء بكل صراحة. نعم. يعني ما أعرف إذا نقدر نأخذ فاصل المخرج. نعم أحبة المشاهدين، فاصل ونعود إليكم.
مرحبا بكم أحبتي المشاهدين وبرنامج السلام والحدث. أرحب بضيفي البرنامج مرة أخرى رئيس لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة النائب هشام السهيل. أهلا وسهلا بك. انضم إلينا كذلك النائب مازن المازني عضو لجنة النفط والطاقة النيابية. مرحبا بكم جناب النائب. اهلا وحياك الله. بالمحيي. جناب النائب، يعني احنا تكلمنا مع النائب هشام السهيل وكذلك مع النائب حامد المطلق يعني بالاتصال الهاتفي فيما يخص دور السياسة والأمن وأثرها في موضوع طروحات تقسيم العراق اللي بالفترة الأخيرة بدأت يعني حقيقة تظهر. يعني نريد نسألك من الباب الاقتصادي هسه، من باب الطاقة، شنو أثر الاقتصاد بإخراج هكذا طروحات؟ يعني وين الاقتصاد العراقي؟ شنو أثره؟ يعني أعتقد اليوم وبكل صراحة الاقتصاد العراقي بات يعني اقتصادا مندثرا، ولا توجد هناك سياسة اقتصادية واضحة للبلد يستطيع من خلالها التتبع للأحداث الاقتصادية، وكذلك أبناء الشعب العراقي التعرف على يعني مستوى معيشتهم في الفترة السابقة، عن الرواتب، عن كثير من الأمور التي يحتاجها الفرد العراقي، وجل همهم هو ارتفاع سعر النفط، برميل النفط أو انخفاضه. يعني هذا أصبح اليوم الشغل الشاغل لأبناء الشعب العراقي، وهذا جعل الاقتصاد العراقي هو يعني أحادي نعتمد عليه بشكل كلي. أما القرارات الأخرى التي صدرت بشأن انعاش الاقتصاد أعتقد هي مجرد حبر على ورق. يعني اليوم نلاحظ قانون التعريفة الجمركية الذي صدر من مجلس الوزراء ووافق عليه البرلمان وأصبح في مسودة قانون الموازنة، ولكن للأسف الشديد هذه القرارات يعني أو القوانين ولدت ميتة، لا نستطيع أن ننفذها لأرض الواقع. والدليل على ذلك اليوم منافذ البصرة وموانئ البصرة تعاني من هذا الموضوع، وهناك تراجع في المبالغ التي يعني تم استحصالها من هذه البضائع. اليوم التجار يعكفون عن دخول البضائع إلى العراق من هذه المنافذ، وبالتالي تحولت التجارة إلى إقليم كردستان. إقليم كردستان يعني هو شريك لنا في الوطن، ولكن في نفس الوقت لا يطبق القرارات التي تصدر من المركز، وإن كان يعني هناك موافقة عليها وتصويت من قبل الكتل الكردستانية في مجلس النواب، ولكن للأسف الشديد لا تطبق هذه القوانين. وهناك إجراءات لربما ضعيفة وخجولة من مجلس الوزراء، يعني كأن تكون هناك سيطرات خارجية تنصب على مخارج المناطق أو المحافظات، وبالتالي يعني هذه الإجراءات لا تجدي نفعا وحلول ترقيعية. فالاقتصاد العراقي أعتقد اليوم يعتمد اعتمادا كليا على ما يصدر من المحافظات الجنوبية من تصدير النفط ومن بعض الواردات من هنا وهناك. وأما المنطقة الغربية فتعرف لا منطقة ساخنة ولا توجد فيها أي واردات، ومنطقة كردستان أيضا تحتفظ بوارداتها يعني داخل الإقليم، لذلك أصبح الاعتماد كلي على الجنوب. وأعتقد الاعتماد على الجنوب سوف لم يدوم طويلا، لأنه أبناء هذه المحافظات الجنوبية تريد أن ترى تحسنا في الخدمات، في كثير من الملفات التي يحتاجها أبناء هذه المحافظات، واليوم يعانون من نقص الخدمات، وأيضا الجانب الأمني المتوتر في بعض المحافظات لنقص الأجهزة الحديثة، نقص الأمور المالية أيضا لدعم
هذه القوات في هذه المناطق. إذن الاقتصاد العراقي اعتماده بشكل كبير على المحافظات الجنوبية. وأما قضية التقسيم فهي أصلا الجماعة ما يردون التقسيم بهاي الفترة بالذات، لأنهم هم ما عندهم فرد. من الجماعة؟ من الجماعة؟ اي يعطيك، ما يردون يعني، ما عندهم فرد شيء يعني. فأعتقد أمريكا إذا دفعت باتجاه التقسيم خلال الفترة القادمة ستبحث عن بدائل لدعم الاقتصاد الآخر، لأن بكل الأحوال المناطق الجنوبية اعتمادها على الجنوب، وستعتمد تلك المناطق على الإرادة التي يمكن أن يأتيها من أمريكا ومن يريد للعراق أن يقسم. يعني شوي اكو جملتين مبهمات كانت ما اعطيتنا اسماء. قلت انه اكو هنالك من لا يريد التقسيم حاليا. نعم. بس ما عرفنا من هم هذول. نعم. يعني هم كانوا رايدين تقسيم لكن حاليا مأجلين. يعني أعتقد هناك توجه لدى بعض الشخصيات أو بعض الكتل في اتحاد القوى بالدفع باتجاه التقسيم، ولكن ما تمر به هذه المحافظات نعم قد حال دون تقسيم هذه المحافظات. ناخذ مشاركة من الشيخ أحمد الجربة رئيس نعم. كتلة اثنين والعراق حتى نعرف. ونعم منه. الشيخ النائب أحمد الجربة رئيس كتلة اثنين والعراق، مرحبا بكم في السلام والحدث. اهلا وسهلا استاذ علي. يا اهلا وسهلا بك. شيخنا احنا بدنا نتحدث اليوم عن عنوان العراق بين مطرقتي الامن والاقتصاد، يعني ودور الامن والاقتصاد في التقسيم. بداية يعني كالمعتاد اريد يعني اسال بصراحة، وانا اعرف حقيقة جنابكم صريحين يعني بهالموضوع. العراق مقبل على التقسيم؟ بالبداية تحية لك ولضيوفك الكرام المحترمين ولمشاهدي قناة السلام. العراق إذا لم يقف رجاله الحقيقيين أعتقد أننا احنا مقبلين على عملية التقسيم. أما إذا تكاتفنا ككل، يعني ما أريد أقول كتل سنية وكتل شيعية وكتل كردية، لكن أريد أقول الشخصيات المعتدلة الشيعية والشخصيات المعتدلة السنية والشخصيات المعتدلة الكردية. قوة العراق هو بوحدته، وليس قوة العراق التقسيم ومكونات جديدة وهذا حدودي وهذا حدودك. أكيد حنا المؤامرات اليوم الموجودة، يعني طبعا أنا ما أستثني أي دولة من كل الدول، حتى يعني أعتبر كل جيران العراق يعني هم مشتركين في هذا الموضوع. لكن خلونا يوم واحد أو بالأصح مرحلة وحدة اننا نقعد حنا على طاوله واحده بدون التدخلات الخارجيه، ونتفق انه العراق لجميع العراقيين. يعني لا تتصور انه يعني ماكو ازود مثلا من صدام حسين ودكتاتوريته وظلمه، ما قدر 24 سنه من الحكم ما قدر انه يعني ينهي مكون من المكونات. بالمقابل ما تتالى يعني من حكم بعد صدام حسين، ايضا لازم نبعد عن هذه النظره انه العراق لي وحدي والعراق مو للبقيه. لازم نعمل مجتمعين، والعراق به من الرجالات الخيره اللي تستطيع ابقاء العراق على ما هو عليه، ولا يتوقع احد انه بالتقسيم العراق سوف يكون قوي او سوف يكون بلد ديمقراطي او بلد متحرر. بالعكس، العراق بتقسيمه سوف تحدث مشاكل داخليه اذا تجي على صعيد المحافظات الجنوبية أو بغداد أو المحافظات السنية أو المحافظات الكردية. سوف يكون اقتتال داخلي بين أبناء المكون نفسهم. لذلك يجب أن نتكاتف ويجب أن نمضي ونترك يعني الأمور السلبية البسيطة. أما من تجاوز على العراقيين أو من استهان بدماء العراقيين فيجب وضع حد له
ويجب أن يقاضى على ما ارتكبه نعم. بحق العراقيين. يعني جناب النائب أريد أسألك، يعني هل بالإمكان فعلا إذا ما اجتمعت هذه الأصوات المعتدلة مواجهة هذا المشروع، وهو مثل ما نسمع مشروع يعني موجه منظم دوليا، بالإمكان مواجهته؟ والله إذا كانت نوايانا سليمة نستطيع مواجهة العالم وليس مشروع، لأنه مسلمين ومن خيرة العرب، ويعني مجتمع من أرقى المجتمعات. يعني قلت لك يعني شهادتي بمجتمع العراقي طبعا مجروحة، لكن والله من أرقى المجتمعات. من اليوم تريد تنظر لبقية الدول، من أرقى المجتمعات هو هذا المجتمع. لكن للأسف من اليوم موجود بالواجهة هم من يحاولون طبعا من كل الأطراف. هذا يحاول زج اسم المكون بقضية يستفاد منه شخصيا، يستفاد منه حزبيا أو مصلحة خاصة له، والطرف الثاني كذلك. الأصوات اليوم الموجودة للأسف اللي متصدرة المشهد الأصوات النشاز، مع احترامي للقلة اليوم اللي ساكتة. فيجب على الأصوات المعتدلة أن هي تبرز اليوم للحفاظ على وطن اسمه العراق. نعم. رئيس كتلة نينوى العراق النائب أحمد الجربة، شكرا جزيلا لكم. يعني كان الحديث معكم جناب النائب عفوا. نعم. يعني ذكر جنابكم على أن هنالك بعض الأصوات يعني داخل اتحاد القوى الذين كانوا يسعون إلى الموضوع التقسيم، لكن يعني احنا نسمع أنه بالنتيجة هذه الأصوات يعني مثل ما ذكر النائب أحمد الجربة يعني هي بالنتيجة تمثل نفسها. لكن ما يحصل اليوم أنه هنالك بعض الأصوات اللي عندها سلطة قرار. يعني أنا شلون أريد أدعم كحكومة وكقوة معتدلة الأصوات المعتدلة في البرلمان؟ يعني أعتقد اليوم مشروع التقسيم الذي أشرت إليه هو لديه أرضية دولية، وهناك من يعمل على هذا المشروع، وهناك من يسانده من داخل هذه الكتل. وحتى الذي يرفض التقسيم اليوم يرفضه بالعلن، ولكن هناك بعض الاتفاقات تحدث في السر بين كثير من هذه الكتل من أجل هذا الموضوع. ولا أعتقد أن هناك اتفاق واضح على عدم تقسيم العراق، والدليل على ذلك أنه عندما تم يعني هنا اللي افتهم العفو جناب النائب، أنا عذرا على المقاطعة. نعم. من البعض لو من الجميع يعني؟ لا أنا لا أتكلم عن الجميع. هناك كثير من الشخصيات الخيرة التي تريد الخير للعراق وتريد عدم تقسيم العراق، ولكنها قلة لو صح التعبير. ولكن عندما أردنا أن نوقع على رفضنا للمشروع الأمريكي في الاتفاقية التي أرادوا من خلالها أن يتم تسليح الأكراد والسنة العرب، وكان هناك إجماع من التحالف الوطني، إجماع من التحالف الوطني على هذا الموضوع، وتمت التفاوض مع بقية الكتل. هنا رفضوا هذا الموضوع بصراحة، ولم نرى إلا الشخصيات القليلة التي وقفت مع التحالف الوطني في وقتها، وخرجنا بقرار، ولكن لم يكن هذا القرار قرارا وطنيا، وإنما كان قرارا يخص طائفة وبعض الشخصيات من الكتل الأخرى. نحن كأبناء لهذا البلد توجهاتنا واضحة، وهو أن نعيش جميعنا بأمن وأمان، وأن نتقاسم الخبز فيما بيننا، وهذا هو ديددنا، ويعني سنين طوال على هذا الموضوع. أريد يعني ولو باختصار حتى ننتقل لموضوع سد الموصل وأثره كذلك بهذا التهويل الإعلامي، وشنو أثره بهذا الحديث اللي نتحدثه. يعني ذكر جنابكم على أنه الولايات المتحدة تريد أن تجد بدائل، يعني هذا اللي افتهمته، بدائل للطرف الآخر عن الجنوب، يعني حتى يستغنون عن الجنوب.
يعني شنو هي الصورة اللي عندكم الأوضح من هذا؟ لأن هذه جملة شوية واسعة، يعني ما حقيقة ما فهمتها بالصورة اللي أنت تريد توصلها. أنا بدي أفهم المشاهد يعني تقصد يعني شنو هي البدائل اللي ممكن أن توفرها الولايات المتحدة كمصادر بديلة عن النفط؟ يعني أعتقد اليوم سد الموصل أصبح الشغل الشاغل لأبناء الشعب العراقي، وفي نفس الوقت هو سد يعني لا يعني فقط بمحافظة الموصل، وإنما هو يعني لجميع العراق. أما بخصوص البدائل التي أردت أتكلم عنها، فدعم هذه المحافظات بتطوير اقتصادها، بتطوير ثروتها، بفتح الاستثمار على مصراعيه في هذه المحافظات، لأننا نرى اليوم المعطل الرئيسي بالنسبة لاقتصاد البلد هي أمريكا. أمريكا اليوم لم تؤسس لاقتصاد عراقي قوي، وإنما أسست لاقتصاد ضعيف. لماذا؟ طيلة السنوات التي كانت لها السلطة في العراق لم تكن هناك مشاريع واضحة للعيان، مشاريع استراتيجية، مع العلم أنها تمتلك التكنولوجيا الحديثة وتمتلك الرؤية الواسعة، وباستطاعتها أن تعيد الكهرباء إلى العراق، وباستطاعتها أن تنقذ سد الموصل آنذاك. لماذا أثيرت مشكلة سد الموصل هذه الأيام؟ أرجع لمال أنه تأسيس اقتصاد قوي من قبل الولايات المتحدة، أرجع لجنابكم هذا كمحور نخلي للحديث. أنتقل يعني النائب هشام السهيلي، يعني هلا أنا أريد أكو معلومات يعني هيك يعني سمعناها، تدري مرات هيك كلام مو صحيح، مرات بصحة قليلة. يقال انه حتى الزيارة الأخيرة لنيجر فان برزاني كان بها نوع من الحديث عن سد الموصل. يعني أنا ما أريد أدخل، بس إذا كان عندكم معلومة وهنالك صراحة بهذا الموضوع، يعني شنو كانت زيارة نيجر فان برزاني وشنو كان موضوع سد الموصل يعني بالطرح؟ نعم بصراحة شوف، أصلا زيارة الوفد الكردي هي كانت مجرد إعلام يعني بروتوكول، وبه هدف آخر كي يعودوا، الهدف الآخر كي يعودوا إلى أصحاب القرار الخارجي ويقولون لهم نحن أدينا ما علينا وذهبنا إلى بغداد، إلا أن بغداد لم تستجيب إلى مطالبنا، وبالتالي خلص ما أمامنا إلا أنه نجري الاستفتاء ونستقل. هذا ملخص ما أتوا من أجله. ما كان اكو حديث على سد الموصل؟ تكلموا عن الاقتصاد، عن رواتب البيشمركة، تكلموا عن السد الموصل، غيره هذا موضوع ثاني، بس هو بالحقيقة مو هذا. الحقيقة هو الهدف غير ذلك، انه ميزانية واموال وكذا، احنا نصدر نفطنا ونعطونا اموال الى اخره من هذه اللي يردون الاخوة الاكراد. المشكلة انه الاكراد غير متفقين على موضوع تقسيم او اعلان دولة كردية، هذا يخليه يكون، واعتقد السيد رئيس الجمهورية اعلن ذلك بشكل واضح ورسمي. اغلب الاطراف الكردية غير قابلة بموضوع الانقسام بالوقت الحاضر او تقسيم الأكراد أو إعلان دولة كردية. لا زال هذا الموضوع، أنا أعرف أنه أغلب الأكراد بيودهم ذلك بصراحة ويريدون إنشاء دولة، ولكن نتيجة الخلافات السياسية الموجودة اليوم لا يمكن أن يتفقوا على موضوع إعلان دولة بالوقت الحاضر. هذا موضوع بعيد يعني ليس بالقريب. موضوع تقسيم العراق اللي يعني إحنا من نشوف أمثال الشيخ أحمد الجربة، هاي الشخصيات الوطنية بصراحة، وشخصيات مقابلها في الجهات الأخرى أو مكونات الأخرى، نطمئن نفسيا أنه العراق سيبقى واحد وسيبقى إن شاء الله دائما هو واحد من شماله إلى جنوبه. موضوع سد الموصل خلي أجيك به تفاصيل إذا تسمح لي، إذا وقتك يسمح. لك الوقت. جيد. شوف، أنا اتصلت بعدد من الخبراء والتقيت بقسم منهم اللي اختصاصهم سدود، وما أريد أذكر أسمائهم قد ما يقبلون، ما أعرف، ما ماخذ رأيهم، لكنه شرحوا لي أساسا سد الموصل كيف من بدايته. من بدايته كان بخطأ في التصميم، وبوقتها قالوا لهم انه هذا السد خطأ، المفروض يكون في بادوش، ما يكون في هذا المكان، هذا المكان ما أدري الأرض ما تسمح أو كذا إلى آخره. أما أحكي لك من شخص اللي هو دار السد لفترة طويلة،
يقول هذا السد طوله حوالي كيلومتر و600 على الارض، يعني صب كونكريت كيلومتر و600 وفوقه يجي السد. معناها هذا كتله كامله حسب ما يروي الخبير انه هذا كتله كامله لا يمكن ان ينهار هذا السد. ماشي؟ حتى لو انهار هذا السد معناها راح يتحرك لمسافه، يتحرك جزء كامل بكامله، يعني ماكو شيء يتكسر السد ويجي المي ويفيض بغداد والموصل الى اخره. هاي صوره سينمائيه من هذه الصوره اللي رسموا لنا اياها بالخارج. واضحه العمليه. شوف اكو عده اهداف بالموضوع. الهدف الاول هو لازم يجب استنزاف ميزانيه العراق. العراق يجب ان يخرج مديون، يجب الاحتياطي مال العراق ينتهي. هذا المخطط الخارج بالوقت الحاضر، يجب ان يعود العراق الى ما قبل 2003. هذا ما يريدوه انا في تقديري، هذا بالدرجه الاولى. الدرجه الثانيه هناك اطماع وهناك اموال، ويعني شنو الهدف الاخر هو ادخال قوات اجنبيه الى المكان. يعني انت تتعاقد مع شركه ايطاليه، تعاقدوا اليوم بالمناسبه، يعني هذا من المفاجات. هم اوصوا على الخبراء، مكتب رئيس الوزراء لديه خبراء ولديه موعد مع الخبراء بعد ايام، ويريدون ان ياخذوا هؤلاء الخبراء الى الموصل، الى سد الموصل لمعاينته وتقديم تقريرهم. نفاجئ اليوم في مجلس الوزراء يحيل السد الى شركه ايطاليه، طبعا بضغط امريكي. هذا واضح. الامريكان كانوا وراء هذا الموضوع، ضغط كان كبير على الوزير وكان معروف للجميع وعلى رئيس الوزراء وعلى الجميع. المهم مرر هذا، يعني خلاص تعاقدوا وانتهى الموضوع. تنزل قوات ايطاليه لحمايه السد. شنو هاي؟ مع العقد من ضمن المبلغ المخصص. نحن بهذا الظرف، بهاي الازمه الماليه الكبيره، نصرف اموال كي ندخل جيش، ندفع اموال من عندنا حتى يحمي السد. كلنا نعرف وكل الشعب العراقي يعرف، لم تبقى خافيه. داعش لديها حدود لا يمكن ان تعبر هذه الحدود. رسمت لها هذا الخط لا يمكن ان تعبر، اذا عبرت هذا الخط تنتهي، يعني ما يبقوها. وهي معروفه اكيد. يعني هل اربيل كانت صعبه على داعش؟ حاولوا يتعدون. لا مو صعبه، لكن الخط رسم انه هذا الخط انتهى الموضوع، ممنوع تعبرون. اذا سد الموصل في امان من داعش، اذا كان الخوف من داعش. اما خوف من جهات اخرى يعني ما اعرف منه. جيشنا موجود هناك، البيشمركه موجوده هناك، اذا محمي السد، ما يحتاج الى قوه تحمي. اما انا اجيب شركات اجنبيه تشتغل بالسد حتى تسوي صيانه، واجيب لها قوه حمايه اجنبيه، يعني هذه اعتقد كلش كبيره، ماكو داعي لهالمستوى هذا. اضافه الى انه هناك شركات عراقيه وشركات عربيه ممكن تقوم بهذا العمل. يعني حسب ما يقولون الخبراء هو مجرد حقن اسمنت في داخل مكانات محدده معروفه. طيب يعني هذه الا شركه ايطاليه تجي لو هي مرسومه هذه، فهذه كلها مرسومه. طبعا هذا مخطط كبير للعراق بصراحه. يعني جناب نائب يعني تحدث عن موضوع سد الموصل، والموضوع هو يعني حسب كلام النائب هو تهويل اعلامي لا اكثر. السبب هو مديونيه، مزيد من المديونيه للعراق. يعني انا اريد اتحدث عن هذا الموضوع نفسه اللي هو سد الموصل. يعني هنالك من يقول على انه سد الموصل هو ورقه مساومه، يعني نبقى جناب نائب موضوع سد الموصل على هنالك من يقول هنا الماء مقابل النفط. نعم. يعني هل هذه احد نقاط البدائل يعني اللي مثلا حاول جنابكم يذكرها؟ يعني اعتقد انا اتكلم بما تكلم به سماحه السيد مقتدى الصدر، حيث ان العقل والنقل يعني يحتم علينا ان نتحرك تحرك كبير وقوي في هذا الموضوع. مجلس الوزراء بالذات يجب ان يكون تحركه تحركا مدروسا، وأن تكون خطواته في هذا الموضوع هي خطوات مدروسة حتى لا ننجر لما تريده أمريكا تكون مدروسة عفوا وما تريده يعني الدول الأخرى. كلام من جناب النائب هشام السهيل، هنالك خبراء وكان الخبراء يعني ملزمين بوقت يروحون هناك يتفاجئون أنه العقد يتوقع. شلون إذا الدراسة تكون بعد؟ نعم، أنا أقول لك يجب أن يكون هذا الموضوع هو من اختصاص الحكومة. أنا لا أنزه الحكومة، لا أقول أنه الحكومة عندما أقدمت على هذا الموضوع هو الموضوع الصحيح، لا، قد يكون هناك كما أشار الشيخ هناك دفع قوي من أمريكا بهذا الاتجاه، وهي تريد أن تكون البوصلة بهذا الاتجاه. وبالتالي اليوم حدثت موضوع سدة الموصل، ما نعرف بالأيام الجاية شنو اللي راح يحدث،
لأن هو موضوع انثار بالإعلام أدى إلى مشكلة كبيرة، أدى إلى خوف كبير. يعني اليوم الشعب العراقي ما أخفيك، يعني الكل يتكلم بهذا الموضوع، أبناء بغداد يتكلمون، أبناء الوسط يتكلمون، أبناء الجنوب يتكلمون، لا بل هناك خوف. كثير من العوائل تركت محافظاتها يعني من جراء الخوف من هذا التهويل الإعلامي التي أثارته أمريكا. لذلك اختيار الشركة أو يعني ذهاب الخبراء هو بالنتيجة إيجاد حل. الحل إذا كان وطنيا أفضل من أن يكون الحل مستورد. لذلك نحن اليوم عندما أردنا يعني معالجة الموضوع اعتمدنا على الغير وبتهويل خارجي. كنا نتمنى أن يكون القرار يصدر من الخبراء المعنيين بهذا الموضوع ويصدر من قناعة بهذا الموضوع، ثم بعد ذلك يكون الحل. نعم، يعني أريد أرجع للمحور اللي ذكرت أنه أرجع لك به، أنه على أنه أمريكا لم تؤسس إلى اقتصاد قوي. يعني هذه يعني نقطة أريد شوي يعني توضحها وإن كان باختصار. نعم. يعني هو صح احنا دائما نقول أمريكا، يعني أمريكا على اعتبار أنه أمريكا هي الراعي الرسمي للعراق ما بعد 2003، لكن يعني بطبيعة الحال اكو حكومة، يعني اكو حكومة دستورية لمدة 8 سنوات كانت موجودة وتعمل وعندها ميزانيات وعندها جيش وعندها اقتصاد، وبالنتيجة شنو دور أمريكا كان بأنه شو عليها هي إذا كان اكو مصنع انفتح ومنفتح؟ أنا سأتكلم معك بصراحة. الكثير من الملفات اليوم التي تفتح هي تفتح برعاية أمريكية. أنا يعني سألت شخص مقرب من مجلس الوزراء عن قضية الإصلاحات الجديدة وقضية دمج الوزارات والأمور التي الآن تثار بالشارع. قال حبيبي الموضوع مو يمنه، الموضوع السفارة الأمريكية شو تريد يصير؟ إذا نحن إذا أردنا نتكلم بصراحة هذا الموضوع هو موضوع أمر واقع بهذا الشكل. يعني الكتل السياسية الآن تتكلم معها أي كتلة سياسية تسمع الأخبار، لربما أما من خلال اتصال مع سيد العبادي أو اتصالين أو من خلال جلسة، ولكن الموضوع لا نعلم كيف على قولتهم يطبخ وشنو النتيجة. هناك كلام عن استبعاد 71 شخصية عراقية خلال الفترة القادمة مع ضمان بقاء العبادي على رأس الحكومة. إذن الموضوع أكبر من قضية إصلاحات وما شابه ذلك. أيضا هناك توجه من السفارة الأمريكية على إعادة 35 ضابط من البعثيين القدماء، وأعتقد الموضوع أيضا الآن هو في صدد التمرير، ومثل السابق نرجع لقضية الاستثناءات ونرجع أيضا لقضية إعادة الضباط السابقين الذين كان لهم دور واضح مع البعث المنحل. نعم، يعني جناب نائب يعني أنا سألت حقيقة هو ذات السؤال، يعني أنا دائما يعني أطرح رأي مواطن، المواطن قدامه دا يشوف اكو حكومة، يعني سوى المواطن ما يقدر يباوع ما هو أبعد عادة إلا ما يسمعه من يعني مرجعيته من القادة من كذا، هذا المعلومات اللي توصل له. لكن بالنتيجة احنا نشوف اكو حكومة، يعني اكو حكومة دستورية هاي ثالثة تعتبر. نعم. وبالنتيجة يعني 8 سنوات ما عدا يعني خلينا نسميها انفجارية كانت. صحيح. يعني كموازنات. صحيح. يعني وين كان دور الحكومة يعني بهالمجال كله؟ كان يعني برعاية السفارة الأمريكية مثل ما يعني دافتهم من جناب نائب مازن المازني. يعني يمكن أنت صورة شوية سوداوية الأخ مازن. بصراحة موضوع التدخل الأمريكي بالتأكيد موجود، يعني احنا لا ننكر هذا الموضوع، لكنه لا يستطيع الأمريكان يفرضوا شخصيات بصراحة على رئيس الوزراء. قد يكون شخص أو شخصين ممكن، أما بشكل كبير وهذا ما ممكن. يعني ضغط الكتل السياسية اليوم على رئيس الوزراء أضعاف ما تضغط أمريكا بصراحة، وكلها بحث عن مصالح، ليس القضية ليست وطنية. أغلب الكتل السياسية اليوم تضغط على رئيس الوزراء كيف نحصل على مواقع في سبيل مصالح، هاي مسألة طبيعية. الأمريكان بالطبيعي أنه لديهم
رجالهم ولديهم شخصيات اللي يثقون بها ويريدون أن يكونوا يحتلوا مناصب بالتأكيد، لكن هل يأتي بيدهم كل شيء؟ لا، ليس بهذا المستوى. كما قلت لك ممكن 1 2، أما بشكل كامل يستطيعون أن يغيروا حكومة 71 مسؤول على ما سمعت من زميل 71 مسؤول ويأتون بمقابلهم أمريكان. لا، الموضوع جدا صعب، هذا ما ممكن. يعني معناها الحكومة يطاح بها بيومين، لأن الكتل السياسية إذا فقدت كل مصالحها بتنهي الحكومة، فهذه صعبة شوي. طيب يعني أعتقد يعني أما العفو، بس موضوع الاستثناءات اللي تفضلت عليه خليني أكمل وأنت براحتك. موضوع الاستثناءات، قانون المساواة والعدالة واضح، ما اكو أي شخص أي مسؤول لديه صلاحية الاستثناء. الاستثناء لديه آليات، موافقة المساواة والعدالة ومجلس الوزراء ومن ثم التصويت داخل البرلمان. بعكس هذا لا يوجد استثناء ولا صلاحية لأي شخص. نعم، تفضل. نعم، أعتقد يعني موضوع التدخل لدي القناعة الكاملة بذلك. الشيخ يتكلم عن شخصية شخصيتين، لربما تكون 5 6 بالأيام الجاية، هسه هم ما نقول إحنا غيرها. أما قضية الاستثناءات، أعتقد الموضوع إن شاء الله تعالى خلال الأيام سيكون حيز التنفيذ. يعني احنا وحتى وإن كنا القانون ليس به استثناءات إلا عبر مجلس النواب، وحتى وإن كنا نتكلم عن قضية القانون وكذا، واضح في الحكومة السابقة أيام حكومة السيد المالكي كانت الاستثناءات تجري ليس في مجلس النواب وإنما بالطريق تتوقع الاستثناءات. وكثير اليوم من الضباط وكثير من الشخصيات وكثير من لديهم مناصب كبرى في البلد لديهم استثناءات خاصة غير الاستثناءات أو الأطر الدستورية التي أتكلم عنها. وأنا شخصيا عندما أتكلم في يعني بالدليل. أنا تكلمت مع الأخوة في هيئة المساءلة والعدالة وأكدوا لي شخصيا هذا الموضوع، وأنهم الآن بصدد دراسة هذه الشخصيات 35 التي جاءتهم من وزارة الدفاع. بس أعلق عليه، في زمن المالكي قبل 2008 قبل صدور قانون 2008 كان من صلاحية رئيس الوزراء الاستثناء بالمناسبة. بعد 2008 صدور قرار القانون هذا النافذ، بعد 2008 لا، ما يحق للسيد المالكي أنه يستثني أحد. فالاستثناءات اللي قبل 2008 صحيحة جدا. بس هاي تعليق. عفوا. يعني بس أريد أطرح موضوع يعني كوجهة نظر. يعني احنا اليوم بدنا نناقش مسألة هي حقيقة مو مسألة السلام والحدث أبدا، هي مسألة العراق ككل. يعني هل تعتقد أنت كرأي يعني هل هو هذا الموضوع الأهم؟ يعني استثناءات واجتثاث بعث وما أعرف إيش. هسه احنا ليش ما ننتقل إلى موضوع أكبر اللي هو موضوع القاضي وياخذ حكمه وإجراءاته مثلا على سبيل المثال؟ يعني ما تعتقدون انه هذه الموضوع هي كذلك تكرس موضوع يعني تصدع الجانب الاجتماعي والتماسك الاجتماعي كرأيي؟ يعني نحن نتكلم عن موضوع هو اسمه العراق، وعندما نتكلم عن العراق نتكلم عن التكاتف والوحدة بين جميع الكتل يعني السياسية بدون استثناء، وهذا هو يعني ديدنوت. وخاصة انه كما تعلم انه السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه يعني أول من نادى بالوحدة الوطنية، وجاء أخواننا السنة ويعني بالصلاة خلفه، ونحن في نفس الوقت بادلناهم في الصلاة الجمعة. وعندما يعني طاردنا النظام السابق نظام الهدام كنا نصلي خلف إخواننا السنة في هذه المساجد، سواء كانت في محافظة البصرة أو بغداد أو جميع المحافظات. ولحد هذه اللحظة نحن ننادي بالوحدة الوطنية وننادي بالتكاتف، وأن نكون جميعنا يعني في خندق واحد. وهذا دليل أنه سماحة السيد عندما سئل في إحدى اللقاءات أنه اليوم التيار الصدري جاي يخسر جمهوره، قال حبيبي أنا خلنا أخسر جمهوري، بس المهم أنا ما أريد أتحمل وزر
دمار هذا البلد. واضح بما معناه. يعني شوي وقت الحلقه حقيقه ما المخرج دا يقول لي ختام، وانا ردت اخذ جمله من جناب النائب هشام السهيل وجمله مختصره، يعني اذا يسمح لي المخرج بثواني. يعني تعتقد على انه كونكم رئيس لجنه مساءله وعداله انه هذا القانون شوي ياثر على التماسك الاجتماعي بصراحه؟ شوف هاي هذا كلام طويل بالمساءله والعداله، بس خليني اقول لك قانون المساءله والعداله ترى انهى كل شيء، لم يبقى احد لم يستلم تقاعد من كل هؤلاء ما عدا فدائي صدام والقياده القطريه واعضاء حزب البعث اعضاء الفروع، هاي الحقيقه. اما الباقيين كلهم استلموا تقاعد وانتهى الموضوع، بس هذا يحتاج الى وقت طويل. احنا عندما نفتح هذا الموضوع لان احنا مقبلين يعني نحاول جهد الامكان مشاهدينا الكرام على أن ندعو إلى تماسك اجتماعي وإلى تثقيف اجتماعي وإلى وحدة وطنية اجتماعية حقيقية ما بين أبناء البلد الواحد كي يتسنى لهم مواجهة المشروع الأخطر على كل العراقيين ألا هو مشروع التقسيم. طبعا شكري إلى رئيس لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة النائب هشام السهيل. أهلا وسهلا مرحبا. عضو لجنة النفط والطاقة النيابية النائب مازن المازني، شكرا جزيلا لكم. شكرا وسهلا. وكذلك الشكر موصول إلى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حامد المطلق، وإلى رئيس كتلة نينوى العراق الشيخ أحمد الجربة. أحبة المشاهدين أينما كنتم، هذا علي الحداد يحييكم. أهلا وسهلا يا مرحبا.